وقع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد الشنقريحة وقائد القيادة الأمريكية لأفريقيا أفريكوم الجنرال مايكل لانغلي مذكرة تفاهم تركز على التعاون العسكري بين البلدين. ورغم أن بيان وزارة الدفاع لم يذكر تفاصيل أوفى، فإن متابعين رجحوا تصدر موضوع مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل المحادثات بين الطرفين. ومن واشنطن معنا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور إدمون غريب، ومن العاصمة الجزائرية معنا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور توفيق أبو قعدة. أهلا بكما ضيفي الكريمين. سأبدأ معك سيد إدمون، وأهمية هذه الخطوة مع الجزائر وتحديدا بالملفات التي ذكرت مكافحة الإرهاب. تحياتي لك ولضيفك الكريم. من الواضح أن البلدين يعتقدان بأنهما لديهم مصالح مشتركة، وأنهما يستفيدان من بعضهما البعض في هذا المجال، وذلك لأن الولايات المتحدة والجزائر قد قاموا بتبادلات مدنية وعسكرية متكررة. شاركت الدولتان أيضا في حوار استراتيجي أمريكي جزائري في شهر تشرين 2023، وأيضا حوار عسكري في بعد ذلك. وأعتقد أن هذه كانت تركز على عدة أهداف، بعضها هو موضوع التدريب والتعاون الأمني، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، لأن هذه هي من القضايا المهمة بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة للجزائر في نفس الوقت أيضا، وخاصة أن موضوع حماية أمن الحدود مهمة جدا. تقنيات التحقيق أيضا كانت من القضايا التي يبدو أنها هناك تعاون بين البلدين حولها. بالإضافة إلى كل ذلك هناك طبعا علاقات تجارية قوية. الجزائر هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين في المنطقة للولايات المتحدة، وهناك تعاون ثقافي وتبادل أيضا في الروابط التعليمية بين الجزائريين وتبادل خبرات وغير ذلك. وأيضا يجب أن لا ننسى أمرين أعتقد أنهما مهمين بالنسبة للعلاقة الأمريكية الجزائرية، وهي أن أولا العلاقات تعود بين البلدين إلى 1795. الجزائر كانت من أول الدول التي توصلت إلى اتفاقية صداقة وتعاون مع الولايات المتحدة. والمسألة الثانية هي أن الآن تقريبا هو ذكرى الإفراج عن الرهائن أو الدبلوماسيين الأمريكيين الذين كانوا قد احتجزوا في السفارة الأمريكية في طهران، ولعبت الجزائر دور نشط وفعال جدا في الإفراج عن هؤلاء، وهو موضوع لم ينساه الأمريكيون حتى الآن. نعم، أنتقل إلى ضيفي في العاصمة الجزائرية. توقيع هذا الاتفاق بداية أبرز بنوده، وما يعنيه هذا الاتفاق بين الجزائر والولايات المتحدة، خصوصا ما يتم تداوله أن الجزائر هي حليف وثيق لروسيا. تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين. أعتقد بأن هذه اللقاء وهذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هنا في الجزائر بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر هدفها الأساسي هو البحث عن شراكة استراتيجية جديدة في محاربة الإرهاب، خاصة بعد التحولات الكبيرة التي تشهدها منطقة الساحل، والتي طالما ذكرت الجزائر بأن فقدان الأمن وفقدان ووجود دول هشة في منطقة الساحل زاد من عدد الإرهابيين، وبالتالي فالجزائر وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لديهم مصلحة مشتركة في محاربة الإرهاب، خاصة وأن للجزائر رؤية في هذا المجال ولديها كذلك خبرة بالإضافة إلى قوة جيشها واحترافيته في محاربة الظاهرة
الإرهابية. نعم، لم نعلم إلى حد الآن مجالات التفاهم، لكن من خلال محور الحديث الذي قدمه رئيس الأفريقام فإن الهدف الأساسي هو ترجمة كل مجالات التعاون التي تمت في السابق في إطار من أجل تحديدها والبحث عن آليات جديدة، خاصة وأن ما جاء في كلمة قائد الأركان بأن الجزائر هي بلد لا يمكن الاستغناء عنه في محاربة الإرهاب، وبأنها شريك موثوق، وأن كذلك لهم تاريخ من الشراكات خاصة في المجال الأمني. كذلك أن هذه الزيارة تفتح كذلك المجال لنمط وعلاقة التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد تعيين كذلك أحد الصقور الذين كانوا مناهضين لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان يتهم بأن الجزائر تعزز الخزينة الروسية بالموارد المادية من خلال شراء الأسلحة وضرورة وضع الجزائر في قائمة أعداء أمريكا. وبالتالي فهذه الزيارة تؤسس بأن وزير الخارجية المعين من طرف السيد ترامب لا يمكنه أن يترجم هذه التهديدات في أمر الواقع، وأن العلاقات الجزائرية معروفة في أنها متعددة الأقطاب، وأنها ليست حليفا، وأنها لا تركز فقط على روسيا، وإنما هي تسعى إلى تعديد الشركاء خاصة في المجال الأمني، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية تتفهم جيدا هذه الرؤية للجزائر. نعم، الرجاء أن تبقيا معي ضيفي الكريمين، ولكن علي أن أنتقل إلى هذا الخبر العاجل، وهو أن السلطات الأمريكية تصدر أوامر إخلاء في شمال ولاية لوس أنجلوس لتجنب تهديد حريق غابات جديد. وكما نشاهد الآن صورا مباشرة لهذه الحرائق التي كما ذكرنا اندلعت في شمال لوس أنجلوس. حريق الغابات الجديد يتحرك بسرعة نحو مدينة لوس أنجلوس وفقا للسلطات الأمريكية. وهذه صور مباشرة للحريق الذي تجدد في لوس أنجلوس.